ازيكم يا شباب، معاكم سميدة. حلقة النهارده ريفيو عن SYM NHX 180 موديل 2024. في البداية هنتكلم على السبيكس بتاعت البايك. أول حاجة وزن الموتوسيكل. وزن الموتوسيكل حوالي 142 كيلو، 183 سي سي، 18 هورس باور. بيجي بموتور حقنه انجكشن، سعة لترية للتانك 11 لتر، واحد سلندر، 4 صباب، نظام التبريد فيه ميه. الموتوسيكل بيجي ب6 نقلات. العدادات ديجيتال والانوار ليد. الفرامل الموتوسيكل نزل منه موديلين CBS وABS، وفي الاثنين الديسكات سنجل. الجنط قدام 110 70 17 وورا 130 70 17. ارتفاع الكرسي 79 سم. المرة دي احنا هنعمل حاجة جديدة. في البداية هنقول العيوب بتاعة البايك، وانا هقول عيوب البايك وزياد هيقول مميزات البايك. اول حاجة في العيوب لاحظتها في الموتوسيكل التسارع بتاع الموتوسيكل. هو النقلة الثالثة والرابعة والى حد ما الخامسة هم احسن 3 نقلات فيه، والتفضيل الشخصي عندي الرابعة والخامسة. النقلة السادسة ما جاتش خالص، يعني وانس ان انت كسرت ال100 وحبيت تنقل على النقلة السادسة، التسارع بتاع الموتوسيكل بيروح يعني ضعيف جدا. دي اول نقطه بالنسبه لي خدت بالي منها. تاني نقطه، قعدتك على الموتوسيكل رغم انها قاعده مريحه بس محكومه، مقموط قاعد عامل كده ليه؟ مساحه الطول بتاع الموتوسيكل مع مساحه الكرسي مع وضع الجادون مخليك قاعد كده اهو. فهو للاسف في المسافات الطويله، انا بكلمك لو انت ديلي كل يوم بتروح مشاوير ساعتين 3 4، القعده دي هتسمع في ظهرك. وشخصيا صاحب الموتوسيكل اللي احنا عملنا عليه ريفيو قال ده، فقعدته الى حد ما مش اريح حاجه في الدنيا. هي مش وحشه بس مش اريح حاجه في الدنيا، خصوصا للمسافات الطويله. قاعد مقموط. الكرسي كان محتاج الويل بيز يزيد، لو زاد 4 5 سم او الكرسي وسع شويه لورا كانت قعدته هتبقى ممتازه. ثالث نقطه، اللين انجل بتاعت الموتوسيكل. انا جربته، جبت التوب سبيد بتاعته، اللين انجل بتاعته مش عاليه زيه، لان هو الى حد ما يعتبر عالي شويه عن الارض زي موتوسيكلات الادفنشر. اللين الانجل بتاعته مش عاليه قوي. هي مش وحشه، ومش وحشه طبعا للاستخدام العادي، مش السباقات، كويسه جدا، بس هي مش عاليه قوي. فالموتوسيكل في الغرز الضيقه مش حلو، في الغرز الواسعه كويس. يعني بالبلدي لو انت في الزحمه وشغل التك تك تك تك، الموتوسيكل ده مش هيديك اداء عالي قوي، يعني هيديك اداء بنسبه 60 70%. في الواسع الاداء بنسبه 80%. انما لو في الزحمه والغرز الضيقه، اللين انجل بتاعت الموتوسيكل مش احسن حاجه في الدنيا. التوب سبيد بتاعت الموتوسيكل انا مش عايز اقول انها متواضعه ولا عايز اقول انها قويه، هي كويسه بالنسبه للسي سي بتاع الموتوسيكل ده. الموتوسيكل ده 180 سي سي، 18 هورس باور. فيعني انا شخصيا جبت بيه 132 135 في الرينج ده. طبعا في اخر 10 15 كيلو الدنيا بتبقى صعبه جدا، لو في هواء في الوش الدنيا بتبقى مش احسن حاجه. بس توب سبيد لو انت جايبه مشاوير بعيده، مشاويرك كل يوم 50 60 كيلو، فعشان تمشي كل يوم على 130 140 وقارس على الموتوسيكل جايب اخر الموتور، دي مش حلوه قوي. فالتوب سبيد كانت محتاجه ان السي سي يعلى، فالتوب سبيد يعلى بحيث ان 130 ده ما يبقاش دايما الار بي ام في اخره. الاضاءه بتاعت الموتوسيكل كعاده معظم الاضاءات الليد مش احسن حاجه. لازم برضو ناخد بالنا من حاجه، اضاءات الليد يا جماعه بعد فتره اصلا بتضعف. يعني انت لو جايب الموتوسيكل اضاءته قوتها هنقول 1000 لومن مثلا، بعد فتره الاضاءه نفسها بتضعف. الليد بروفايل ده بيبتدي يضعف. فللاسف الشركات بلتنا بموضوع الليد ده، وعشان تغير الليد بتغير الفانوس او تروح بقى لحد يصلحه لك بلدي. فانا شخصيا ما بحبش الليد لان هو مش عملي، وبيكلفك عشان تغيره تغير الفانوس كله يا اما تصلحه بلدي. فهو اضاءه الموتوسيكل مش حلوه، وعامه ده عيب في معظم الموتوسيكلات الليدات. الفرامل انا شخصيا اديها خصوصا اللي قدام 6.5 او 7 من 10. انا مش راضي عن الفرامل اللي قدام، حاسسها مش احسن حاجه، رغم ان الفرامل اللي قدام في الموتوسيكل ده ما كانتش التيل اتغير وكان التيل ستوك والطنابير الستوك، فالمفروض دي الحاله الاوبتيمم بتاعه الموتوسيكل. فالفرامل اللي قدام الريسبونس بتاعها ما كانش عاجبني قوي، يعني مش سنسيتيف قوي، يعني ما كيفتش منه. فالفرامل اديها 7 من 10 خصوصا اللي قدام. الفرامل اللي ورا كويس. طبعا كعاده السوق المصري قطع الغيار مش احسن حاجه، وفي سمعنا وشفنا على الانترنت شكاوي ان الناس ان الجنط بيتكسر. بس الاونر بتاع الموتوسيكل، الراجل اللي خدنا منه الموتوسيكل وعملنا عليه ريفيو، الراجل ما اشتكاش من حته الجنط، بس هو اشتكى ان في قطع غيار ما بيلاقيهاش بسهوله، والجنزير سعره غالي حبتين على الفئه السعريه بتاعه الموتوسيكل. نيجي للمميزات، ومن وجهه نظري المميزات هي بالنسبه للموتوسيكل بيطلع 18.5 حصان. انا شايف ان التوب سبيد بتاعته والاكسلريشن محترمين جدا، مع العلم ان الموتوسيكل اللي احنا كنا سايقينه ما كانش الجنزير بتاعه احسن حاجه وافضل حاجه، بس كتسارع انا شايف ان هو كويس جدا في الفئه بتاعته او الفئه السعريه بتاعته. تاني نقطه وهي
الغيارات بتاعته حلوه جدا في النقل بتاعها، تحس ان الموتور ناعم، مش حاسس ان الموتوسيكل خشن وانت بتنقل الغيارات او في تنشنه. الموتوسيكل على السرعات انا شايف ان هو ممتاز جدا، من 110 ل 120 لو مشيت في الحته دي كويس جدا، وثابت على الارض جدا. هي ممكن تكون ميزه وعيب لو رحنا نبص الناحيه التانية، ان هو المانوفرنج بتاعه في الزحمه مش احسن حاجه، بس على الطرق السريعه ممتاز جدا. والموتوسيكل فعلا كل ما السرعه بتاعته بتزيد بتحس ان هو بيبقى ماسك نفسه اكتر على الطريق. ودي الحته اللي انا كنت شايف ان هو لو كان موتوره اقوى شويه كان هيبقى بيرفكت في الفئه بتاعته. استهلاك البنزين، انا شايف ان الموتوسيكل استهلاك البنزين بتاعه بيقولوا من 35 كيلو للتر ل 40 كيلو للتر، ده رقم كويس جدا بالنسبه للاداء اللي هو بيديهولك على موتور 4 صباب 1 سلندر، حاجه انا شايف ان هي كويسه جدا. الموتوسيكل بينزل بفرد كاوتش سي اس تي. هتقولي سي اس تي مش بريدجستون مش بريلي، بس الفكره ان انت منزل موتوسيكل في فئه اقتصاديه تحت ال 100,000 جنيه بفرد كاوتش سي اس تي محترمه ثابته ماسكه في الارض، فدي حاجه كويسه جدا. ارتفاع الموتوسيكل عن الارض هو ميزه وعيب في نفس الوقت. هو 79 سم، فحد زي مثلا انا طويل شويه كنت قاعد على الموتوسيكل ما كنتش حاسس ان انا متضايق قوي، لان رجلي من عند القعده لحد ما كان الفرامل والنقلات شايف ان هو كان ممتاز، وبالنسبه لي كان مريح جدا، اريح من الموتوسيكل مثلا كنت سايقه قبل كده وهو التي ان تي 250 او الهورنت مثلا. المساحه دي ال5 سم الزياده دول فارقين معايا، ممكن تفرق شويه في المانوفرنج او في شكل الموتوسيكل في العموم، بس انا شايف ان هي حاجه كويسه. الموتوسيكل المرايات بتاعته انا شايف ان هي كويسه والرؤيه بتاعتها كويسه جدا، برضو العدادات بتاعته اضاءتها ممتازه جدا في ضوء النهار ومبينه كل حاجه. زي ما قلت ان الموتور ناعم، وده بيأثر برضو على الموتوسيكل نفسه. الموتوسيكل وانت سايقه ناعم، الفايبريشنز اللي خارجه منه قليله. ودي هنيجي لنقطه تانية مهمه جدا، وهي الاهتمام بالتفاصيل. الموتوسيكل التانك محطوط كاوتش تحته، موتوسيكل حرفيا 180 سي، انت مهتم بالكاوتش بتاعه محترم جدا فبيقلل الفايبريشنز. كل تفصيله في الموتوسيكل بتفرق في جوده الركوب. في النهايه مين يشتري الموتوسيكل ده ومين ما يشتريش؟ اللي يشتري الموتوسيكل ده اللي مشاويره لا تتعدى في اليوم 60 كيلو رايح جاي، 70 كيلو رايح جاي، 100 كيلو رايح جاي، يعني ساعه، يعني الموضوع هيبقى متعب شويه على الديسك. ف100 كيلو فما فوق بلاش تشتري الموتوسيكل ده، الهورس باور بتاعه ضعيف، فمش عايز مشاوير طويله. فلو انت مشاويرك بتتمحور يوميا في رينج 60 70 كيلو فهو هيبقى كويس ومعقول والهورس باور ده كافي. مشاويرك بعيده وهاي ويز وعايز سرعه عاليه وعايز توب سبيد، مثلا تبقى ماشي الموتوسيكل مريح 130 140 ما يبقاش الار بي ام على اخره، فالموتوسيكل ده مش مناسب ليك. لو طولك ما شاء الله فوق ال 185 الموتوسيكل ده مش مناسب ليك. 185 طول مناسب جدا، و افريج الناس كلها اقل من 185، فلغايه 185 انت قاعد على الموتوسيكل ده مستريح. اطول من كده انت عملاق بقى ربنا معاك. لو انت شاري الموتوسيكل ده طبعا عشان تشتغل بيه او يبقى مصدر اكل عيش كدليفري مثلا او توصيل او حاجه، فلا، لان قطع الغيار بتاعته اغلى من قطع غيار موتوسيكلات صيني كتير، فهو مش مناسب للشغل، مش مناسب للمشاوير الطويله الهاي ويز، مش مناسب لحد عايز توب سبيد عاليه طول الوقت. التوب سبيد بتاعته 130 138، بس انت بتبقى قارص على الار بي ام، فده مش صحي ان انت تبقى ماشي على السرعه دي طول الوقت. فالكونكلوجن كده، لو انت مشاويرك في رينج من 50 ل 60 كيلو، طولك اقل من 185 سم، والتوب سبيد مش اهم حاجه بالنسبه لك، والقعده المريحه في اقل من 60 70 كيلو، والنوع المطبات المريحه جدا، توكل على الله وهات الموتوسيكل ده. اما لو طلباتك مختلفه عن الواقع ده فلا، الموتوسيكل ده مش مناسب ليك. ودي كانت بدايه سلسله جديده ابيض واسود هنناقش فيها كل حاجه تخص الموتوسيكلات من جانبين، الجانب اللي اشترى وركب وسائل الموتوسيكل اكتر من 10,000 كيلو، والجانب الثاني التقني او الناس اللي هتجربوا اللي هو احنا، وهنشوف الموتوسيكل فعلا كويس ولا لا، عشان نوصل لكم التجربه الكامله بكل شفافيه وحياديه. واللي حابب يشارك معانا بالموتوسيكل بتاعه ممكن يبعت لنا في الدي ام ويبقى ضيفنا في الحلقات اللي جايه. سلام. انا اسمي عبد الرحمن محمد، عندي 27 سنه، شغال مهندس مبيعات. من البدايه كده ايه اللي خلاني افكر اجيب موتوسيكل؟ ان انا كنت بستخدم العربيه اللي هي موجوده في البيت، لما مشاويري كانت كتيره وبعيده الى حد ما، يعني كانت مصاريفها عاليه عليا، وبتواجهني مشاكل بقى الركنه والزحمه والكلام دوت. فبالنسبه لي كانت فكره الموتوسيكل كانت هي الفكره المثاليه، يعني اللي هتحل لي المشاكل دي. لما جيت فكرت في الموتوسيكل كان قدامي اختيارين ما بين موتوسيكل وسكوتر. لما سالت، لان انا ما عنديش خبره في الموتوسيكلات او اي حاجه بعجلتين، قالوا لي ان السكوتر مش هيبقى عملي في المسافات الكبيره او المسافات الطويله وكده،
ان انت تفضل ماشي بيه طول النهار وكده، فخليك في الموتوسيكل احسن. فكنت بدور على حاجه يكون شكلها كويس وفي نفس الوقت امكانياتها تبقى كويسه، بحيث ان انا لو عايز مثلا اسافر بيها افضل اتحرك بيها طول النهار، يبقى تستحمل معايا مثلا سفر. يعني انا قستها على موضوع السفر، ان انا لو عايز اسافر بيه اقدر اسافر بيه عادي. فكان في كذا اختيار، من اهم الاختيارات اللي حددت لي الموتوسيكلات اللي هو يبقى فيه تبريد ميه. فكان في يعني كذا اختيار ما بين التبريد الميه، كان ما بين مثلا البنيلي 200 اس لانه شكله كان عاجبني، في نفس الوقت تبريد ميه وكان انجكشن برضو، الاس واي ام. طيب انا ايه اللي شجعني اجيب ايه اس واي ام اصلا؟ مبدئيا انا دورت على مين اللي بيشتغل في الموتوسيكلات ديت. لو انا يبقى عندي الموتوسيكل دوت هقدر اجيب قطع غياره تبقى متوفره، اروح لحد يعمل لي صيانه ليه، الكلام ده كله. انا يعني زي ما تقول نقيت الميكانيكي الاول قبل ما انقي الموتوسيكل، فانا لقيت حد او ناس يعني بتشتغل في الموتوسيكل وهي متخصصه في اس واي ام بس، فده اللي شجعني ان انا اجيب اس واي ام عامه. ده غير بقى ان اراء الناس كانت عليه ان هو كويس وان هو قوي، ما بيظهرش فيه مشاكل كتير والتوكيل بتاعه محترم والكلام دوت كله. طيب انا جبت الموتوسيكل 6 رمضان تقريبا 6/4، اللي هو حوالي دلوقتي مثلا داخل في 6 شهور او عداهم شويه. طبعا انا مشاويري كلها مسافات طويله وبتحرك كتير بيه يعني، فانا عملت بيه 18000. انا الحمد لله يعني ما فيش اي مشاكل واجهتني طول الفتره دي، يعني ما عطلش بيا في مره، ما حصلش اي عطل مفاجئ، الكلام ده كله ما فيش حاجه حصلت الحمد لله يعني، ودي حاجه بسطاني من الموتوسيكل عامه يعني. بخصوص الصيانات بقى، انا بعمل صياناتي عند مركز رائد بتاع الانجكشن، هم ناس متخصصه في اس واي ام يعني، وانا مش هتكلم عنهم لان هم معروفين، هم زي ما تقول دارسين الموتوسيكل كله حاجه يعني، هم عارفين بيقولوا لك تعمل الصيانات الدوريه امتى، ايه بيتغير امتى، بيكونوا متابعين معاك، وغير الكوميونتي اللي هم عاملينها والرايدات اللي بيطلعوها والكلام ده، وهي يعني ناس جميله وكوميونتي جميله اللي تبقى فيها يعني. راضي بنسبه كام في الميه عن الموتوسيكل؟ ممكن بنسبه مثلا 95%. ايه اللي مش عاجبني في الموتوسيكل؟ يعني انا مش لاقي حاجه مش عجباني قوي غير ان هي قعدته متعبه الصراحه، يعني في المشاوير الطويله قعدته متعبه. لو هتقعد على الموتوسيكل مثلا ساعه سايق، لا هتلاقي ان ظهرك بدا يوجعك، الكلام ده كله، ان انت بتبقى من حين لقدام كده بشكل بسيط برضو يعني. اكتر حاجه عجبتني في الموتوسيكل ان هو يعني بالنسبه لي كاول موتوسيكل اسوقه، او يعني انا كنت سوقت موتوسيكلات قبل كده بس ما امتلكتش موتوسيكل يعني، سواقته سهله جدا، سهله جدا ان انت تعمل مانوفرنج بيه، تحرك وسط العربيات، الكلام ده كله هو سهل، انت مجرد بس ما تعمل كده الموتوسيكل بيروح معاك يعني، مفيش حاجه صعبه في الموضوع، فده كان شيء سهل لي يعني الموضوع في البدايه. واداؤه ممتاز يعني، الاستجابه بتاعته ممتازه فوق الممتازه يعني، اقدر اعتمد عليه مثلا لو عايز مثلا اطلع من عربيه او كده، هي مجرد ما ادوس خلاص هو طلع يعني ما ببقى مطمن وانا سايقه اكتر يعني. ساعه رايح وساعه جاي، وانا بسوق اكتر من كده الصراحه. لو انا مثلا هنصح حد يشتريه ولا لا، فهو لو مسافاته طويله او هيقعد على الموتوسيكل كتير قوي فوق مثلا الساعه، ساعه ونص كده، لا ممكن تشوف حاجه قعدتها مريحه اكتر من كده، هتبقى مستريح اكتر من كده. انما غير كده لا يعني، انا شايف ان هو موفر في البنزين جدا، بلاقي ان الاستهلاك 40 39 41 على حسب بقى سواقتي في الفتره ديت كانت عامله ازاي. فانا يعني انصح لو حد لسه جديد كمان على الموتوسيكلات زي تجربتي كده، ان هو يشتريه، هو اعتمادي، مش هيواجهك اي مشاكل معاه كاعطال، مش هتقف بيه في الطريق مثلا في نص الطريق في مره ان هو عطل بيك او كده. هو ما واجهتنيش غير مشكله واحده بس مع قطعه الغيار، ان هو الجنزير عندي خلاص يعتبر جاب اخره، انا ماشي بيه 18000 كيلو، ما لقيتهوش في التوكيل يعني، ودي حاجه انا ما كنتش اتوقعها ان انا الاقي في التوكيل، ان هو المفروض السمعه بتاعته كويسه يعني، فالمفروض كل حاجه تبقى متوفره. طيب لو هنتكلم عن قيمه مقابل سعر، فانا شايف ان هو الصراحه اقتصادي لحد كبير، صيانته مش مكلفه، اللي هي عادي خالص. الجيب بتاعه غالي فشخ بامانه، 600 ولا والله مش فاكر بالظبط علشان خاطر الكلام ايه من التوكيل، لا مش من التوكيل، من عند رائد، هو بيغليه عن التوكيل حوالي مثلا 50 جنيه ولا حاجه زي كده، 2000 وشويه، بس ده كلام انا سائل حد كان جايبه قبل كده، فانا ما سالتش التوكيل بالظبط الجنزير بكام. كسر جنط، انا اعرف كذا حد كسر منه جنط. طيب انا كان في ناس مثلا اعرفهم حصل معاهم مشكله في البايك دوت، ان هو الجنط بتاعه يتكسر، هو بيكون طبعا ليه يعني هو سبب في الموضوع زي كده. كل يومين تقريبا بالظبط كده او كل تفويله مثلا بخش البنزينه بظبط الهواء بتاع الكاوتشات، وعديت على نقر كتير الصراحه جامد، ويعني حاجات صعبه اللي هو يعني اللي هي تكسر الجنط من الاخر، بس طول ما انت ظابط الكاوتش بتاعك الضغط بتاعه مظبوط مش هيواجهك مشكله زي كده يعني. انا عن نفسي حصلت معايا كذا مره، نزلت في نقره غشيمه او جامده جدا وما حصلش معايا الموضوع دوت، عشان انا محافظ على الضغط بتاع الكاوتش، كل يومين بروح اظبطه. بالنسبه لموضوع الجنزير مثلا ممكن يكون سعره غالي شويه، يعني تقريبا سالت عليه كان في حدود ال 2000 وي تقريبا. الاضاءه بتاعته مش احسن حاجه خالص يعني،
هتحتاج ايوه بالظبط جدع كده. الاضاءه بتاعته مش احسن حاجه، هتحتاج تركب فوجات زي كده. هتفرق معاك جامد قوي على الطريق، هتحس ان انت ما كنتش شايفه وبقيت شايف. الاضاءه بتاعته ليد فعلا بس ضعيفه خالص، يعني ممكن النور العالي هو اللي كويس، بس في الاخر مش هتعرف تمشي بيه منور النور العالي على طول، يعني الناس اللي جايه في وشك هتتضايق، فتحتاج تركب فوجات اكيد. مرايته جميله، ما بتتهزش، ما بتتحركش مع الطريق. لا طولي عليه ما فيش مشكله بالنسبه لي، انا مش طويل قوي يعني، انا 173 174، ما واجهتش اي مشكله في الطول يعني خالص. حتى الانجن جارد اللي انا مركبه دوت او الكراش بار دوت ما بعيد عن رجلي مسافه حبه حلوين، يعني ما واجهتش اي مشكله بيه. المساحات التخزينيه دي مشكله في اي موتوسيكل، ما فيش اي حاجه، ما فيش مساحه غير اللي انت لو هتركب بقى بوكس خلفي. لو الزمن رجع بيا لورا هختار نفس الموتوسيكل. انا شايف ان هو اختيار مناسب يعني، كقيمه مقابل سعر وكاداء ممتاز جدا، فهختاره. حتى يعني انه يكون في حد مهتم بيه وبيعمل له تعديلات بقى زي كده، يعني دي حاجه كويسه يعني. التوب سبيد بتاعته انا جبت 147، هو بعد ال 147 بيفصل، بس مش دايما بتجيب ال 147، يعني على حسب ظروف الطريق طبعا. لو طريق مطلع تبقى 110 115 120 تبقى قارس عليه برضو. لو الهوا معاك بقى والطريق عادي منزل او مستقيم هتعرف تجيب التوب سبيد بكل سهوله يعني، لو انت مهتم بصيانتك الدوريه طبعا. انا حاسس ان هو ثابت فوق ال 110 زياده، يعني فوق ال 110 بيثبت زياده فوق ال 110 لغايه 140 لا ده بيبقى تقيل كمان.